يوفنتوس يعرض مهاجمه على برشلونة مقابل بيكي. أكد تقرير صحفي إيطالي اليوم الأحد أن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع جيرار بيكي مدافع برشلونة بعد إعلان استعداده للرحيل عن الفريق الكتالوني. تعرض برشلونة لهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. خرج بعدها بيكي وأكد استعداده للرحيل لو كان ذلك في صالح النادي. حسب موقع كاتشو ميركاتو الإيطالي فإن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس قد يكون منفتحا على ضم بيكي للاستفادة من خبراته مما يتيح الفرص لماتياس ديليخت للتطور أكثر. أوضح التقرير أن بيكي يتقاضى 8.5 مليون يورو سنويا مع برشلونة، وهو مبلغ كبير في حين أن قيمته السوقية سوف تتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون يورو. أشار التقرير إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية جديدة بين الناديين بعد صفقة آرثر بيانيتش تشمل انتقال بيكي إلى يوفنتوس مقابل رحيل غونزالو هيغواين إلى برشلونة كبديل للويس سواريز في حال فشل النادي الكتالوني بضم لوتارو مارتينيز. كما أن هناك العديد من الاقتراحات الأخرى مثل آرون رامسي على سبيل المثال. كومان يتصدر سباق تدريب برشلونة. كشف تقرير صحفي اليوم الأحد عن المرشح الأول لقيادة برشلونة خلفا لكيكي سيتين المنتظر رحيله قريبا بعد الهزيمة الكارثية أمام بايرن ميونخ 2-8 أمس الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. حسب شبكة سكاي سبورتس فإن هناك إجماع داخل برشلونة على إقالة سيتين من وضع قائمة بعدد من المرشحين لخلافته. قالت الشبكة أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الطواحين يعتبر أقوى المرشحين لتدريب برشلونة، يأتي من بعده تشافي هرنانديز وماوريسيو بوكيتينيو. أشارت إلى أن خوسيه ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يدرس جديا التفاوض رسميا مع كومان بنفسه خلال الساعات المقبلة. بغض النظر عن الإطاحة بالمدرب الحالي، من المتوقع أن تشمل ثورة التغييرات في برشلونة الرئيس التنفيذي أوسكار غراو والسكرتير الفني إيريك بيدال اللذين جلبا سيتين بعد إقالة إرنستو فالفيردي. ظهور مرشح مفاجئ لخلافة سيتين في برشلونة. أفاد تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد بظهور اسم جديد في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الكتالوني. مني برشلونة بهزيمة مذلة أمس الجمعة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وإثبات رحيل كيكي سيتين مدرب الفريق مسألة وقت ليس أكثر. حسب مجلة فرانس فوتبول فإن تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق يعد أحسن الخيارات المطروحة على طاولة البارسا لخلافة سيتين في تدريب الفريق. ارتبط اسم أكثر من مدرب بخلافة سيتين لعل أبرزهم تشافي هرنانديز، رونالد كومان وماوريسيو بوكيتينيو، ولكن يبدو أن القائمة لن تنتهي عند هذا الحد. لعب الفرنسي تيري هنري في صفوف برشلونة في الفترة بين 2007 حتى 2010 وساهم مع الفريق في تحقيق العديد من الألقاب. يشغل هنري صاحب 42 عاما حاليا تدريب إمباكت مونتريال الكندي، حيث وقع عقدا معه في تشرين 2 نوفمبر الماضي لمدة موسمين. آمال إنتر تتجدد في ضم ميسي. تجددت أنباء رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن الفريق الكتالوني بعد الهزيمة المذلة للبارسا أمام بايرن ميونخ. مني برشلونة بهزيمة ثقيلة لم ينساها التاريخ أمام بايرن بنتيجة 2-8 أمس الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتخذ إدارة برشلونة قرارا برحيل كيكي سيتين مدرب الفريق. سبق وأن ارتبط اسم ميسي بالرحيل عن برشلونة والانتقال للعب في إيطاليا مع رغبة إنتر ميلان في ضمه، خاصة وأن والده قد قام بشراء منزل في ميلان. حسب موقع فوتبول إيطاليا فإن الحالة التي وصل إليها برشلونة تشير إلى احتمالية رحيل ميسي عن الكامب نو وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.
أشار الموقع ذاته إلى أنه في حالة اتخاذ ميسي قرارا نهائيا بالرحيل فهناك ناديين يملكان الإمكانات المادية لضمه، هما مانشستر سيتي وإنتر ميلان. يمتلك إنتر ميلان القدرات المادية التي تؤهله لتحقيق هذا الحلم بدعم مالي من شركة سون إنجليسانية، والتي سوف تسمح للأرجنتيني بإحياء المنافسة مع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو المتواجد الآن.